أسعار الخضر تلهب جيوب المغاربة والحسيمة الأكثر تأثرا. أكدت معطيات رسمية أن الرقم الاستدلالي لأسعار المواد الغذائية قد ارتفع بنسبة 4.9% بين شهر أكتوبر ونوفمبر الماضيين. وبحسب مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية المسجل خلال الفترة الحالية خصوصا بالنسبة إلى الخضر زاد ب 5.7%، الحليب والجبن والبيض ب 2.1%، الزيوت والدهنيات ب 1.6%، اللحم ب 0.2%. وعلى العكس من ذلك انخفضت أسعار الفواكه ب 1.9%، السمك وفواكه البحر ب 1.8%. أما فيما يخص المواد غير الغذائية فإن الارتفاع هم على الخصوص أسعار المحروقات ب 1.8%. وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة ب 1.4%، وفي بني هلال ب 1.1%، وفي أكادير وسطات ب 0.9%، وفي تطوان ب 0.8%، وفي الدار البيضاء وفاس ب 0.5%. وعلى العكس من ذلك سجل هذا الرقم انخفاضا في كل من ب 0.2%. وبالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي سجل الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك ارتفاعا ب 1.3% خلال شهر نوفمبر 2017. ونتج هذا الارتفاع عن تزايد كل من أسعار المواد الغذائية ب 1.3%، والمواد غير الغذائية ب 1.4%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين استقرار بالنسبة إلى المواصلات وارتفاعا قدره 3% بالنسبة إلى المطاعم والفنادق. وبذلك يكون مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية قد عرفت خلال شهر نوفمبر 2017 ارتفاعا ب 0.1% بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2017 وب 1.1%. قارنة مع شهر نوفمبر 2016